السلام عليكم. يلا نعمل معجنات. انا بموت في حاجة اسمها معجنات، ودي بالذات اسمها خلية. انا بعشقها يعني. بصوا، عايزة اقول لكم بموت فيها بجد. انت ممكن تحشيها جبنة شوكولاتة، جبنة رومي، جبنة موزاريلا، بطاطس، براحتك بقى. انا عن نفسي بحشي جبنة مثلثات وشوكولاتة وتمام على كده. جميلة جدا وبطريقة سهلة، وهتقومي تعمليها حالا. شوفوا تحفة ازاي. انا ما كنتش عارفه اشيلها من الصينيه عشان سخنه بس، لكن هي بعد ما بردت كانت هشه وجميله. يلا عندك بقى كده في العجان او في اي حاجه كده نعجن فيها. انا حطيت كيلو دقيق، تمام، وحطيت 3 معالق كبيره لبن بودره. انا بستخدم لبن بودره كامل الدسم. لو عندك لبن بودره قليل الدسم مفيش مشكله، لو عندك لبن حليب يبقى تمام خالص عادي. بس هو عامه المعجنات بتحب اللبن البودره اكتر من اللبن الحليب على فكره. بعد كده حطيت معلقه بيكنج باودر، ومعلقه خميره او اكياس زي ما تحبي. هو الكيس ده اصلا معلقه يعني. تمام. هندي ده كله بقى تقليبه كده في العجان. ولو على ايدك ممكن تعمليها بالمضرب كده، تقلبي بس الحاجات اللي هي السايله دي كلها كده مع بعضها. هنديها بس تقليبه كده. تمام. بعد كده بحط زبادي، علبتين زبادي من اللي هي العلب الصغيره دي. انا حطيت علبتين، لو هتستخدمي العلب الكبيره او الوسط حطي علبه واحده. انا حطيت علبتين من العلب الصغيره، وحطيت كمان معلقه سمنه كبيره. تمام كده. نسيت اقول لكم ان انا كمان حطيت معلقه سكر وحطيت ذره ملح، ده طبيعي. ادي معلقه السمنه الكبيره كمان حطيتها. وبعد كده هبدا بقى احط الميه بالتدريج. تمام. انا بقلب ده كله كده مع بعضه. يبقى انا حطيت معلقه خميره، معلقه بيكنج باودر، علبتين زبادي، معلقه سكر، ذره ملح، ومعلقه سمنه كبيره. تمام كده. هنقلب ده كله كده مع بعضه، وبحط الميه بالتدريج. المية بقى بحطها بالتدريج كده علشان العجينة عايزينها متماسكة كده، مش اللي هي سايلة بتلزق في ايدينا ومش ناشفة. انا عايزاها متماسكة بس. ننزل بقى بالمية واحدة واحدة كده لحد ما العجينة تلم معانا. تمام كده. لسه برضو كانت اهي، عايزة كمان شوية كده. فانا ايه، العجان كان مضايقني شوية يا جماعة، معلش. عايزة اقول لكم ان العجان ده ماركة السيف. مش عارفة الماركة دي موجودة في مصر ولا لأ، بس أنا كنت جايباه من السعودية يعني. ده ماركة السيف، والساعة بتاعته 5 لتر، و... والقوة بتاعته 1000 واط. هو حلو شغال وتمام خالص. شوفوا العجينة، حسيت ان هي بتلزق شوية، فانا اديت لها كمان رشة دقيق. اديت لها كمان رشة دقيق كده، ونزلت عليها ايه اهو، وعجنتها كمان شوية كده، بقت تمام خالص. تمام كده. العجان هيريحكوا جدا بالنسبة للناس اللي هي بتحب المعجنات زي حالاتي كده، فهيريحكوا في الاستخدام يعني. هتعملي فيه بقى اي حاجة. شوفوا كده تمام خالص. انا هسيبها بقى ايه، تخمر كده شوية بس كده، زي ما هي بقى في الحلة بتاعتها كده. وهغطيها بستريتش او باي كيس او
فوطة اي حاجة، المهم ان انا اغطيها وهحطها بقى في مكان دافي. ممكن تشغلي فرن البوتاجاز شوية تسخنيه وتحطيها فيه لان الجو برد الايام دي. وممكن لو في الصيف بتسيبيها على الرخامة عادي. بالنسبة للجو بتاعنا الايام دي بقى، انا حطيتها في فرن البوتاجاز حوالي ساعة لحد ما اختمرت. تمام كده. كنت قعدت حوالي ساعة، وبعدين شفتها لقيتها اختمرت وتمام حلو خالص. هنبدأ نشكلها بقى. معلش الإضاءة كانت مش مظبطة في العجين. تمام كده. انا حشيت بقى جبنة مثلثات، اللي هو المثلث كنت بقسمه 4. تمام. وبعمل كور صغيرة كده وبحطها في الصاج. بس كده. هنحط بقى ما بين كل واحدة وواحدة مسافة صغيرة كده، لانها مجرد ما هتخمر تاني او هتدخل جوه الفرن هتنفش، فما تلزقش جامد في بعضها. هي طبيعي انها لازم هتلزق في بعضها، بس ما تبقاش مضغوطة قوي، يعني نديها حرية بس شوية كده. كمان ممكن تحشيها شوكولاتة. انا حشيت بقيت احط دايرة، يعني الدايرة دي كلها كده كانت جبنة. بعد كده بقيت اكمل كمان دايرة شوكولاتة. دي شوكولاتة خام قطعتها كده، كل مكعب بقطعه 2. لاني انا كنت عامله دواير صغيره، انت ممكن تكبري الدواير براحتك. انا كنت بعمل ايه، دايره جبنه ودايره شوكولاته. بعد كده انا دخلتها بقى الفرن. بتنسخن الفرن وبدخلها. مجرد ما بتبدأ تحمر من تحت بطفي من تحت وبشغل الشواية، او لو عندك الاتنين بيشتغلوا مع بعض ممكن تشغلي الشواية. وخلي بالك ده شربات انا ولعت عليه، او السيروم اللي احنا بنسقيه لها. بيبقى حاجة بسيطة قوي. انا حطيت 3 معالق سكر وحوالي ربع كوباية مية. لما غلى حطيت له معلقة بتاع ده، يعني حوالي كيس فانيليا، او ربع معلقة فانيليا سايلة. تمام. لما بتطلع بنبدأ ان احنا نسقيها بالمعلقة كده بالراحة، لان هي مش بسبوسة يا جماعة، يعني مش كنافة هي هنرش عليها. يا دوب حاجة بسيطة كده، وبالسباتولا بقى وايه، لمعي بقى الوش بتاعك كده علشان يبقى شكله حلو. وبس كده، وبألف هنا. لايك بقى وسبسكرايب للقناة لو الفيديو عجبكم. باي باي.